تنضم معنا دكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر. برحب بيكي يا دكتور، أهلا وسهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ كل سنة وحضرتك طيبة وبخير. طيبة، ربنا يخليك. خلينا نتكلم عن ما أعلنه حزب مصر أكتوبر برئاسة حضرتك لدعمه الكامل لترشح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة في الاستحقاق الرئاسي المترقب خلال الشهور المقبلة. اتفضلي. بصي حبيبتي، احنا خلينا نبتدي الاول نقول ان حزب مصر اكتوبر كانت في الولايه الاولى هو اطلق حمله بامر الشعب بتكليف وتسليم الفريق وقتها عبد الفتاح السيسي لرئاسه الجمهوريه. يعني دي مش اول مره حزب مصر اكتوبر يكون مساند للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن احنا منذ البدايه كان شايفين في امال وطموحات كثيره جدا واحلام كثيره لدى الشعب المصري وهو القادر على تنفيذها. فاحنا كنا مع السيد الرئيس من البدايه، فشفنا قد ايه برنامج الرئاسي بتاعه كان بيتكتب ازاي، وكان في احلام كثيره ازاي. وقتها احنا شايفينها احلام، كان في تحديات كثيره جدا قصادنا وقصاد الحمله الرئاسيه في هذا الوقت. لكن الحمد لله احنا في الوقت الحاضر شفنا كل السنين في البرنامج الرئاسي شفنا على ارض الواقع مدن جديده، شفنا حياه سياسيه متغيره، شفنا حياه كريمه، وشفنا الصعيد بيتطور اللي كان ماشي في الفترات الاخيره اللي فاتت. عايزه اقول ان احنا كل هذه الانجازات وكل مكان بتتكلم عن نفسها، فاحنا بالتاكيد ما كانش هيبقى قدامنا غير ان احنا نرشح نفس المرشح لحزب مصر اكتوبر من 10 سنوات، والنهارده هو لازم يكمل هذا المشوار، فاطلقنا بالتالي حمله هنكمل المشوار بعد حمله بأمر الشعب اللي هي الحمله الاولى اللي احنا اطلقناها في بدايه ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي. ان شاء الله بنامل ان احنا يعني نجوب كل محافظات مصر ونغطي كل محافظات مصر. ان شاء الله باذن الله انا هبدا جولات خارجيه من بكره باذن الله خارج مصر ايضا للقاء المصريين بالخارج ودعم سياده الرئيس، وهو الحزب المكتب التنفيذي واللجنه العليا للحزب صوتت كلها بالاجماع على الموافقه على يعني ان احنا نكون داعمين للسيد الرئيس في الفتره القادمه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يعني طبعا حضرتك دعا الحزب السيد الرئيس للانتخابات لانه كان حريص كل الحرص على استكمال مسيره النهوض طبعا الوطنيه الشامله واستكمال كل المشروعات. وطبعا السيد الرئيس له رؤيه وطنيه كبيره جدا من خلال هذه المشروعات، وقدر ان هو يضع مصر يعني على موقعها الاقليمي المتقدم بين الدول. ويمكن شفنا اخر حاجه انضمام مصر لمجموعه بريكس، دي كانت حاجه مهمه جدا. اتفضلي. لو عدينا الجزائر سواء داخليا او خارجيا فاحنا المداخله مش هنقدر نكفي سياده الرئيس حقه طبعا في ان احنا نتكلم على كل هذه الجزائر، لكن احنا ان شاء الله باذن الله هنكون في الشارع مع الناس، هنتكلم عن كافه الانجازات، هنتكلم عن قوى الشر اللي موجوده حوالينا، واكيد انت شايفاها سواء في الاعلام المضاد اللي فيه كثافه كبيره جدا علشان يعني يسيء لمصر في الفتره الاخيره قبل الاستحقاق الدستوري والانتخابات الرئاسيه. لكن ان شاء الله باذن احنا يعني راصدين كل ده في حزب مصر اكتوبر، وان شاء الله بنرصد لكل هذه الدعاوى المضاده للانتخابات الرئاسيه. ان شاء الله. بشكرك جدا دكتوره جيهان مديح رئيس حزب مصر اكتوبر، شكرا على انضمام حضرتك ودعوه الحزب للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسيه القادمه. بعد الفاصل نرجع لحضراتكم ونستكمل حلقتنا في قلب الحدث.